هاد الضريح هذا تقريبا داز عليه شي 300 سنه هو كاين هنايا. غادي نكتشفوا الجوانب ديال هاد الضريح شنو فيهم وفاش كيتكون، حيت كاين اللي قال لك كانت هنايا مقبره، وكاين اللي كيقول كاين تحت الجامع، وكاين اللي كيقول عاوتاني كاين مصلى. حنايا ما عندناش داكشي بالتدقيق، حنا غنعطيو فقط فكره ومعلومه على التاريخ ديال هاد الضريح هذا. السلام عليكم واهلا وسهلا في حلقه جديده من حلقات نكتشفوا بلادنا. درنا بزاف ديال الحلقات هنايا، تقريبا 3 الحلقات. اليوم غادي نصوروا واحد البلاصه كتسمى القصبه، كان فيها واحد المدرسه عشيقه غتخرجوا منها بزاف ديال الشيوخ، من بينهم الحاج الطيب. غنشوفوها كي ولات. هذه تقريبا 200 سنه او 300 سنه على الاقل. خليونا نكتشفوها جزء بجزء، يلا معانا. السلام عليكم. هذا هو الضريح اللي قالوا كيسميوه الضريح ديال سيدي بوعزة، اللي فيه واحد الشيخ هاد الضريح هذا تقريبا داز عليه شي 300 سنه هو كاين هنايا. غادي نكتشفوا الجوانب ديال هاد الضريح شنو فيهم وفاش كيتكون، حيت كاين اللي قال لك كانت هنايا مقبره، وكاين اللي كيقول كاين تحت الجامع، وكاين اللي كيقول عاوتاني كاين مصلى. حنايا ما عندناش داكشي بالتدقيق، حنا غنعطيو فقط فكره ومعلومه على التاريخ ديال هاد الضريح هذا. هنايا كاين واحد البير هنايا، كانوا دايرينه على حساب الناس باش يتوضاو يمكن على ود الصلاه. هاد البارتي هادي دابا اللي كتشوفوا هنايا جامع، كان فيه جامع وكان ايضا كتاب، فيه تخرج واحد العلامه سميتو الحاج الطيب. غادي نشوفوه كي داير. هاد البلاصه هادي هي الجامع، وهنايا كانوا كيقراو فيه الناس. حنا دابا هنايا هاد البلاصه الروضه. هاد الروضه هادي كانوا كيدفنوا فيها فقط الدراري الصغار. شحال هادي ما كانوش كيدفنوا الدراري الصغار مع الناس الكبار، دايرين لهم واحد البلاصه خاصه كيدفنوا فيها الدراري الصغار. غادي نشوفوهم دابا. نيش زيد معايا خويا، زيد 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 زيد. غنوريكم ماشي قفر هنايا. ها هو، شوف هذا مثلا قبر صغير ديال واحد صغير الله يرحمه في النار ويجعل من طيور الجنه. هاد البلاصه هادي كما قلنا هاد ليسباس كامل من هنا كامل ديال الدراري الصغار. هاد البلاصه حتى هي كانت مبنيه الله اعلم شنو كان فيها. هاي بقى فيها شي غير الحيوط اللي مهرسين، لا نعلم ماذا كان هنا. واحد بوبريس هو هذا يقجدر. ومن عادات هاد الدوار هذا انه اي واحد زاد كيجي يكتب التاريخ ديالو والسميه والكنيه ديالو في هاد الحجر هذا. غادي نوريكم حجره بحجره شنو فيها. مثلا غناخذ شكون اللي غيطيح فينا هنايا. جمال كاين هنايا واحد اخر 1993. كاين بزاف هنايا، كاين بزاف الناس كاتبين سمياتهم. هذا مثلا 1993 عبد الكريم. ايضا هنايا كاين 1992 حسن ولا الحسن. هنايا أقدر وكاينين بزاف ديال السميات، فين ما مشيتي كاين كلشي.
كيكتبوا هنا عمرها تشمحه هادي، حيت كتبينا واقيلا بالحجر. هادي واحده اخرى، هادي اصلا كلها كبيره، يقدر ما يبانش لكم مع الشعاع، وغادي نزومي لكم. هاهي هادي مثلا بحال هادي مثلا، هادي وهادي وغادا. صراحه عاد زوين هادي. وصلنا لاخر مرحله اللي هي غادي نمشيو نشوفوا البلاصه اللي كانوا كيصليو فيها صلاه العيد. يلا معايا. هاد الساحة هادي دور لهم يا أصغر كاميرامان عندنا. هاد الساحة هادي تقريبا هو غيفيزي لكم عليها شوية. هنا كانوا كيصليو صلاة العيد شحال هادي، مؤخرا حولوها بلاصة ديال الدوار. ديك البلاصة هاديك حاول توريها لهم فين كاين داك البوطو هذاك، ولات تما كتقام صلاة ديال العيد. حنايا الأهم ديالنا في الموضوع هو هاد البلاصة هادي بالضبط. كمعلومة فقط، كما كتشوفوا أرضية مقادة، ما كاين والو، هذه خصها تطيب عاوتاني ويصليو فيها، باش تعرفوا أن التاريخ ما عمرو كيتنسى إلا خلاو الآثار ديالو. غادي يبقاو لسنين عديدة وما غاديش عمرو يتنسى. كيف ما قلت، كيف ما كتشوفوا التاريخ ديال جدودنا هما خلاو لينا علاش نقلبوا وندويو عليه كيف ما كان. حتى حنايا خاصنا نخليو شي أثر جميل اللي غادي يفتخر به الجيل القادم. وصلنا لنهاية الحلقة، ما تنساوش الاشتراك في القناة ودعمنا من أجل الاستمرارية ونشر كل ما هو مفيد. السلام عليكم.